السلام عليكم. النهارده انا عايز اتكلم على منتج مصري جديد. هو حلو عجبني، بس سبب ان انا عايز اتكلم عنه مش علشان ان هو كويس ولا مش كويس. سبب زي ما انا اتكلمت قبل كده كذا مره. اولا سعره، والاختلاف اللي فيه. ازاي؟ مثلا هديكم مثل عليه. المنتج اللي هو ده في كولا، انا بستخدمه كمثل، والمثل على كل شيء بعد كده. ده حاجة عاملة زي أنا مثلا مقاطع علشان إخواتنا في فلسطين، وبحاول أعمل اللي أنا أقدر عليه. أنا بتكلم عن الموضوع كذا مرة، وبطلب من الناس إنها تدعي لهم يعني. فالمهم أنا كنت بحب أشرب مثلا بيبسي، فبما إن أنا مقاطع ما بجيبهاش، فبدور على بدائل. فبصراحة برضه عشان صحة وكده ما بشربش كتير دلوقتي. فالمهم لقيت ان المنتج ده طعمه كويس وحلو، يعني جبته كذا مرة. فالمهم اللي بدور عليه من كام يوم، ببص يعني بشوف يعني نفسي هفتني عليه، فبدور عليه. فدخلت عند محل بسأله بكام، قال لي ب20 جنيه. ليه؟ قلت له مش عايز، السلام عليكم. المهم دخلت عند محل تاني، لقيته بيقول لي ب17، واحد قال لي ب18، واحد قال لي ب15. بروح مثلا عند المحلات اللي هي السوبر ماركت مثلا، الاقيه بيقول لي ب12. طيب السؤال هنا، هو كل واحد بيسعر بمزاجه؟ مش المفروض ان في تمن للحاجات دي معروف وثابت؟ المشكلة ان دلوقتي فين الرقابة على الناس دي؟ والمشكلة ان انا رحت ساعة ما رحت كنت في السوق. يعني مثلا مش مثلا تقولي مثلا حتة غالية، او مثلا كافيه او مش عارف ايه، فكل سعر كل مكان بيبيع بسعر. لا، ده كله في سوق واحد اساسا، يعني محل جنب محل جنب محل، وكل واحد بيديني سعر. طب مش المفروض في تسعيره للكلام ده؟ ما هو انت لما انت مثلا بتاخدها، لما مثلا السوبر ماركت اللي هو مثلا زي بيم او حاجه كده بيبيعها مثلا ب 12، معناه ان هو كسبان فيها. فلنفرض يا سيدي ان هو اقل مكسب ان هو هيبيع بيشتريها ب 11. تيجي انت يا سوبر ماركت بره مثلا بتبيعها ب 20. ليه؟ ايه الفكره ان انت تاخد حوالي 90% مكسب؟ ده في انهي مله دي؟ وبعد كده برجع بسأل الحكومة، انتوا فين؟ فين دوركم؟ فين دور الرقابة؟ انا مش قادر افهم. وبعد كده برضو الحكومة دي متخاذلة في كل شيء. يعني مثلا شفت فيديوهات وانتشر قوي الموضوع ده عن واحد كان بيروح للمحلات وبيجي ياكل من عندهم، فبيقول لهم انا مثلا المواطن المصري معفي من الضرايب اللي هي بتاعت القيمة المضافة. فبيقول لك لو انت مش منشأة سياحية مثلا ما ينفعش تحطه. فبعد كده كل الناس بتقول ان هو فعلا ده الكلام ده صحيح. وبعد كده ان هم راحوا حاولوا يعملوا معاه ديل، يعني ان هو ايه ما يبلغش عنهم، وعملوا تخفيض ومش تخفيض ومش عارف ايه. سألت واحد صاحبي شغال في مصلحة الضرايب، قال فعلا الكلام ده صحيح، بس كله بيدفع علشان بيكبر دماغه او لعدم معرفة. انا عن نفسي ما كنتش اعرف. فبرجع اسأل، انتوا فين يا حكومة؟ انتوا سايبيننا كده. انتوا فين مسؤولياتكم؟ هل انتوا مش فكرتكم ان انتوا الشغل بتاعكم ان انت بتروح الصبح الساعه 8 ولا 9؟ طبعا انسى موضوع 8 ولا 9، بس فلنفرض 8 ولا 9، وان انتوا تمشوا الساعه 2 ولا 3 وخلاص كده انا عملت شغلي، تروح تشرب في شاي وقهوه وتمضي ورق وخلاص. طب انتوا فين في الرقابه؟ فين الرقابه؟ فين التموين؟ فين وزاره التموين؟ فين الوزارات كلها؟ وبعد كده دلوقتي انا برضو كنت في السوق عشان بشتري فاكهه وخضار ومؤن البيت. ايه الاسعار دي؟ وكل بعد كده مثلا اروح عند واحد مثلا يقول لي الكيلو مثلا ب 35، اللي جنبه يقول لي الكيلو ب 45، واحد وصل لي ل 48، وواحد ونفس المنتج نفس الشيء وكلهم جنب بعض. انتوا فين؟ ارحمونا. الناس بقت مش قادره. يعني الاكل والشرب دلوقتي بقى هيبقى يعني قرب خلاص يبقى لمن استطاع اليه سبيلا. الناس مش لاقيه بجد، حرفيا مش لاقيه تاكل وتشرب. وطبعا ده غير ان هو الحاجات دي اللي انتوا بتعملوها زي قرار غلو البنزين.
اللي انتوا عملتوه طبعا بهدل الناس كلها، فشخ الناس كلها، وكل حاجه اتضاعفت. طبعا انتوا بتزودوا البنزين علينا احنا، مش بتزودوه على التجار. البنزين علينا احنا لان احنا اللي بندفع في البنزين، وبعد كده بنرجع ندفع تاني للتجار. هما بيحطوا الخساره بتاعتهم علينا. انا مش فاهم انتوا بتعملوا ايه. يعني بعد كده يعني الواحد ولا هي يعني انا رحت امبارح بشتري شويه فاكهه وخضار، يعني حاجه بسيطه كده تكفينا اسبوع. طلعت دافع حوالي 450 جنيه ومن سوق. ولا رحت مثلا حته تقول لي غاليه ومش غاليه، ده سوق شعبي. طب نعمل ايه؟ انتوا شغلكم هتشوفوه امتى؟ هترحمونا امتى؟ الواحد ما بقاش عارف يعمل ايه. انتوا يعني هي الفكره ان انتوا مش بتعملوا شغلكم، ان انتوا سايبين التجار وسايبين كل حاجه يعمل اللي هو عايزه. اللي هو العربيات اللي في الشارع دي اللي هي بتبيع الفاكهه والخضار، كل واحد بيقول رقم، وبعد كده لما تيجي تساله يقول يا عم ده نزل مش من كام لكام. طب انا مال اهلي انا نزل من كام لكام؟ هو اساسا انت جايبه بكام؟ انت مكسبك فيه كام؟ ما انت ما تحطليش مكسب 100% ولا 80%. ده حتى دينيا يا سيدي المكسب ما بيبقاش كده. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. وارجع اقول يعني التجار نصابين وحراميه، الحكومه نايمه على ودانها ما بترضاش تعمل اي حاجه. طب احنا نعمل ايه؟ نروح نعمل ايه؟ يعني بعد كده الناس يعني في ناس بجد بقت بتروح تاخد من طرق غير شرعيه. وبعد كده هو بص طبعا ربنا يبعدنا عن الحرام، بس بعد كده انت هتلوم الناس دي وهتحبسهم وهتعمل فيهم بلاوي. طب ما تبص هم ايه اللي خلاهم يعملوا كده؟ ما هو انت ادي للناس فرصه انها تقدر تعيش. حسبي الله ونعم الوكيل. في الاخر بس بقول لكم يا ريت كلنا ندعي لاخواتنا، ويا رب ان شاء الله يزيح الغم عنهم وعن الامه العربيه كلها. وحسبي الله ونعم الوكيل. السلام عليكم.